سلام عليكم. يومكم مظبط. المكان كوكب الأرض. الزمان من 359 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ إيه هي أزمة التنوع البيولوجي؟ وإيه كان تأثير الغابات على التنوع البيولوجي ده؟ هل أزمة التنوع البيولوجي الكبرى دي كانت بسبب تأثير الحرائق على البيئة ولا الرطوبة العالية وتأثيرها حمونا من الكوارث؟ يعني إيه يوتريفيكيشن؟ وعلم البيئة بيقول لنا إيه عن تأثيرها على الفترة الكربونية؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا أحكي. زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، في لحظات في تاريخ كوكبنا الدنيا بتقرر تفرمط وتعمل ريستارت بطريقه كارثيه، وسنه 359 قبل الميلاد كانت واحده من اللحظات دي. وخلينا نتفق على شويه تعريفات علشان نبقى متفاهمين. الفتره الديفونيه الديفونيان بيريد ده عصر بدا من حوالي 419 مليون سنه لحد 359 مليون سنه فاتت، وكان معروف بعصر الاسماك لان المحيطات كانت مليانه بانواع جديده ومختلفه من الاسماك، وشويه من الاسماك دي بدات تطور اطراف وتمهد لفكره المشي على الارض. ازمه التنوع البيولوجي ده Great Biodiversity Crisis دي مش مجرد ازمه عاديه، دي واحده من اكبر 5 انقراضات جماعيه في تاريخ الارض، والارض خسرت فيها حوالي 75% من الانواع اللي كانت عايشه وقتها. طيب ليه وازاي ومين اللي داس ديليت ومسح كل ده؟ السبب الاول التغييرات المناخيه الحاده. في الوقت ده الارض كانت بتحاول تكون رومانسيه مع المحيطات، فبدات تعمل احتباس حراري عالمي بسبب ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الجو. بس زي اي علاقه توكسيك، الامور خرجت عن السيطره وبدات الارض تتجمد فجاه بسبب انخفاض ثاني اكسيد الكربون. حرفيا السيناريو كان شتاء صيف شتاء صيف بس من غير تكييف. وده مش كلام انا، دي دراسات بتقول ان الجليد انتشر في القطب الجنوبي وقتها، وده ادى لانخفاض مستويات الاكسجين في المحيطات، وبالتالي ماتت اغلب الكائنات البحريه اللي كانت بتتنفسه. لكن في الناحيه الثانيه في نظريات بتقول ان التغييرات دي ما كانتش فجائيه، وانها حصلت على مدى ملايين السنين، يعني مش زلزال ولا نيزك قتل كل حاجه فجاه، ولكن عمليه تدريجيه. السبب الثاني ان النباتات لعبت دور الشرير. زمان قبل الفتره الديفونيه الارض كانت صحراء كبيره مفيش غير شويه طحالب على الشط، لكن مع بدايه انتشار النباتات الكبيره اللي بتعمل الفوتوتنسيس التمثيل الضوئي حصلت حاجه مش متوقعه. الجذور بتاعت النباتات بدات تحفر في الصخور وتحرر معادن زي الفوسفور في الميه، ودي مش حاجه حلوه قوي لان المعادن دي غذت الطحالب اللي في المحيط، فحصل حاجه اسمها اليوتريفيكيشن او التخثث، وده معناه ان الطحالب زادت بشكل مرعب، ولما ماتت وترسبت استهلكت الاكسجين علشان تتحلل، وبالتالي موت جماعي في المحيطات. لكن في ناس بتقول ان النباتات بريئه من التهمه دي، وان العوامل المناخيه كانت مؤثره جدا، يعني مش هنقوم نحاكم كام شجره علشان قتلت الحياه البحريه. طيب سؤال مختلف، هل كان في اصطدام نيزكي؟ دايما لما بنتكلم عن الانقراضات اول حاجه بتيجي في بالنا هي نيازك بتكسر كل حاجه، بس المشكله اننا ما عندناش دليل قاطع على اصطدام نيزكي في نهايه الفتره الديفونيه على عكس اللي حصل مع الديناصورات. وبرغم كده في باحثين بيقولوا انه في حفريات بتشير الى احتمال وجود اصطدامات صغيره وقتها، وانها ممكن تكون ساهمت في الانقراض لكن ما كانتش السبب الرئيسي. فهل فعلا كان في نيزك ضرب الارض ولا مجرد شماعه بنستخدمها لاننا مش عارفين السبب الحقيقي؟ كده او كده اللي حصل في نهايه الفتره الديفونيه كان بمثابه فلتر طبيعي للحياه، الكائنات اللي قدرت تتاقلم نجت، والباقي راح في خبر كامل. لو ما شفتوش الحلقه بتاعه العصر الديفوني ارجعوا شوفوها علشان تعرفوا احنا بنتكلم على ايه. المهم يا ستي، المهم يا سيدي، بعد الازمه دي بدات الارض تدخل في عصر جديد مليان غابات ضخمه ومستويات اكسجين عاليه وحشرات حجمها قد القطط، اللي هو موضوعنا النهارده، عصر الفحم، عصر الاكسجين العالي، وعصر الزواحف العملاقه. بعد ما عدينا من الازمه البيئيه الكبرى في نهايه الفتره الديفونيه، وبدل ما الكوكب ياخد راحه ويهدي شويه، قرر انه يبدا في انتاج كميات مهوله من الفحم، وده اللي سمى العصر ده بالفتره الكربونيه، الكربونيفرس بيريد. بس ايه الحكايه؟ وليه الفحم بالذات هو اللي خلى العصر ده مميز؟ يعني ايه كربوني اصلا؟ كلمه كربونيفرس جايه من كلمتين لاتينيتين، كربون اللي هو الكربون وده العنصر الاساسي في الفحم، وفيرس بمعنى حامل او منتج، يعني حرفيا اسمه العصر اللي بينتج كربون. ولو اي حد فكر في تسميه استاد بنفس الطريقه فهيبقى اسمه الملعب اللي فيه جمهور. طب ايه اللي حصل وقتها وليه الكوكب بقى مصنع فحم طبيعي؟ بعد الانقراض الكبير اللي قفل الفتره الديفونيه الكوكب بدا يتعافى، والغابات العملاقه غزت الارض. الاشجار وقتها ما كانتش عاديه، دي كانت بتوصل لطول 30 متر، والاوراق حجمها قد وش البني ادم، والغابات كانت ممتده لمئات الكيلومترات، لدرجه انكم لو كنتوا عايشين ساعتها ممكن تفضلوا تايهين في الغابه العمر كله من غير ما توصلوا لنهايتها. طب تمام، ايه علاقه كل ده بالفحم؟ الفكره ان وقتها الميكروبات المسؤوله عن تحلل الخشب ما كانتش اتطورت كفايه، الاشجار لما كانت بتموت ما كانتش بتتحلل بالكامل، كانت بتتراكم فوق بعضها في مستنقعات ركب، وتتحول مع الوقت وتحت ضغط رهيب لطبقات فحم اللي احنا بنحرقه النهارده علشان نشغل مولدات الكهرباء ونزود الاحتباس الحراري شويه. لكن في راي تاني بيقول ان الموضوع مش بس بسبب غياب الميكروبات، وان المناخ وقتها كان العامل الاساسي، خصوصا ان النباتات دي كانت في بيئات استوائيه رطبه، وبالتالي المواد العضويه اتراكمت اسرع مما قدرت الارض تتعامل معاها،
فتحولت مع الزمن لطبقات ضخمه من الفحم. طيب هل فعلا العصر ده هو اللي عمل ثروه الفحم اللي بنستخدمها النهارده؟ ايوه، معظم احتياطي الفحم اللي بنستخدمه حاليا اتكون وقت الفتره الكربونيه، وعلشان كده اسمها بقى مرتبط بالفحم. بس مش معنى كده ان كل الفحم اللي في العالم جه من الفتره دي، في انواع فحم تانية اتكونت في عصور مختلفه، بس الكميه الاكبر والاجود جايه من هنا. طب ايه اللي كان بيميز الجو وقتها؟ غير ان الغابات كانت ضخمه، نسبه الاكسجين كانت مرتفعه جدا، وده كان ليه تاثيرات مجنونه زي ظهور حشرات بحجم الحمام وعناكب طولها قد دراع الانسان. بس الاكسجين ده قصه ثانيه محتاجه تتحكي. بما اننا بنتكلم عن الفتره الكربونيه، يبقى لازم نتكلم عن واحده من اغرب الحاجات اللي حصلت وقتها، وهي الزياده المرعبه في نسبه الاكسجين، واللي خلت الكوكب اقرب لاسطوانه اكسجين مضغوط. لكن السؤال، ليه الاكسجين قرر يعلي صوته في الفتره دي؟ السبب الاساسي كان مرتبط باللي لسه كنا بنتكلم عنه، الغابات العملاقه. الاشجار دي كانت بتنتج كميات هائله من الاكسجين عن طريق التمثيل الضوئي، بس الفرق هنا ان الميكروبات اللي كانت بتحلل الخشب ما كانتش متطوره كفايه، فكان في نقص في العمليات اللي بترجع الكربون للغلاف الجوي على هيئه ثاني اكسيد الكربون. والنتيجه كميه ضخمه من الاكسجين بقت محبوسه في الجو، لدرجه ان نسبه الاكسجين في الفتره الكربونيه وصلت ل 35% مقارنه ب 21% بس دلوقتي. لكن مش كل العلماء متفقين على الموضوع ده. في رأي تاني بيقول إن مستويات الأكسجين كانت متقلبة جدا مش مستقرة، وإنه في فترات في الفترة الكربونية الأكسجين ما كانش عالي فيها للدرجة اللي بعض الدراسات بتقولها. الأدلة على الكلام ده جاية من تحليل تركيزات النظاير في الصخور الرسوبية، واللي بتقول إنه كان في فترات انخفاض وارتفاع في الأكسجين بدل ما يكون مستوى ثابت عالي على طول الفترة الكربونية. سؤال تاني، موضوع الحشرات العملاقة ده كان نتيجة الأكسجين برضه ولا صدفة تطورية؟ في الفترة الكربونية كان عندنا كائنات شبه النحل بس بحجم صقر، وام 44 طولها نص متر، وعناكب بتنافس الفئران في الحجم، فيعني طبيعي نفترض إن زيادة الأكسجين هي اللي سمحت للكائنات دي تكبر بالحجم ده، لأن الحشرات ما فيهاش رئتين وبتعتمد على الانتشار المباشر للأكسجين في أجسامها، فكل ما الأكسجين زاد كل ما حجمها زاد. لكن هنا بيجي رأي مخالف، في علماء بيقولوا إن حجم الحشرات الكبير مش بس بسبب الأكسجين، لكن بسبب غياب الطيور والزواحف الطايرة واللي ظهرت بعد كده واستولت على الجو وأجبرت الحشرات إنها تصغر للحجم اللي نعرفه النهارده. يعني حتى لو الأكسجين فضل عالي مش شرط الحشرات كانت هتفضل بالحجم ده. ومنطقي لما يكون عندك نسبة أكسجين أعلى المفروض الحرائق تبقى أكتر، لأن أي شرارة صغيرة هتتحول بسرعة لجهنم مفتوحة. وده فعلا اللي العلماء بيقولوه، ان الفتره الكربونيه شافت حرائق ضخمه دمرت اجزاء كبيره من الغابات، وده كان جزء من دوره طبيعيه لاعاده تدوير الكربون في البيئه. لكن المشكله ان الادله على الحرائق الضخمه في الفتره الكربونيه مش واضحه بنسبه 100%. في دراسات بتقول ان الحرائق كانت اكتر من العصور الثانيه، لكن مش بالحجم اللي يخليها كارثه كونيه، وده لان نسبه الرطوبه العاليه في المناطق الاستوائيه وقتها كانت بتقلل من انتشار الحرائق، فالموضوع مش بسيط زي ما كنا متخيلين. طيب ايه تاثير الاكسجين على باقي الكائنات؟ بعيدا عن الحشرات العملاقه، الزياده دي في الاكسجين كان ليها تاثير على الكائنات اللي بدات تسيطر على الارض وقتها، خصوصا البرمائيات المبكره والزواحف الاولى. في نفس الوقت اللي كان الاكسجين بيعلى فيه ظهرت كائنات جديده بدات تاخد خطواتها الاولى بره الميه، البرمائيات الضخمه والزواحف اللي هتبقى اجداد الديناصورات في المستقبل. بس السؤال، ازاي بدات القصه؟ وايه اللي فرق الزواحف عن البرمائيات وخلاها تستمر؟ احنا قلنا ان الفتره الكربونيه كانت عصر الفحم والاكسجين الزياده، بس كان برضو العصر اللي الارض فيه بدات تتملي بكائنات تمشي على اربع لاول مره بجد. طب ايه اللي حصل وازاي البرمائيات والزواحف قرروا يسيبوا الميه ويحتلوا الارض؟ اول حاجه لازم نبقى عارفينها ان البرمائيات وقتها كانت شبه التماسيح. تخيلوا حاجه حجمها 2 متر بتتمشى على الشط. دول كانوا اسياد الارض في الفتره دي، او على الاقل ده اللي ناس كتير بتقول. الكائنات دي كانت بتعيش نص حياتها في الميه ونصها الثاني على البر، زي الاكثيوستيجا واللابرينثودونتشيا اللي كانوا بيتغذوا على اي حاجه بتتحرك قدامهم. لكن مش كل العلماء متفقين ان البرمائيات كانت الساده المطلقين للارض وقتها. في دراسات بتقول ان البرمائيات كانت اصلا معتمده على البيئات المائيه بشكل كبير، وانها ما كانتش مستعده فعليا لغزو الارض بشكل كامل. الادله على ده جايه من تحليل الحفريات اللي بتوضح ان عدد البرمائيات كان اكبر بكتير في المناطق القريبه من الميه مقارنه بالمناطق الجافه، وده معناه ان سيطرتهم كانت محصوره اكتر من اللي كنا متخيلين. وفي نقطه معينه ظهرت كائنات جديده حجمها اصغر، حركتها اخف، واعتمادها على الميه اقل. هنا بنتكلم عن الزواحف الاولى، والفرق الكبير بينهم وبين البرمائيات كان في البيضه، بس مش اي بيضه، البيضه السحريه، البيضه الرهليه، الامنيوتيك ايج. البيضه دي كانت ثوره بيولوجيه لانها كانت مغلفه بغشاء يمنعها من الجفاف، وده خلى الزواحف تقدر تتكاثر بعيد عن الميه لاول مره، عكس البرمائيات اللي لازم تروح تحط البيض بتاعها في الميه والا مات الجنين. ومن هنا الزواحف قدرت تنتشر بشكل اكبر على الارض وبدات تسرق الارض. لكن هل البيضه الرهليه فعلا كانت التغيير اللي نقل الزواحف نقله نوعيه؟ في رأي تاني بيقول إن البيضة مش لوحدها كانت السبب في تفوق الزواحف. في دراسات حديثة بتقول إن حجم الجسم ومعدل الإيض والقدرة على العيشة في ظروف جافة كانت عوامل مؤثرة أكتر من مجرد البيضة. يعني ممكن الزواحف كانت هتتفوق في جميع الأحوال حتى لو البيضة الرهلية ما ظهرتش بالسرعة اللي كنا فاكرينها. زمان كنا متخيلين إن البرمائيات والزواحف كانوا مقسمين الأدوار في البيئة، البرمائيات تعيش قريب من المية وتاكل الحشرات والأسماك الصغيرة، والزواحف تعيش في الأماكن الجافة أكتر وتاكل الحشرات والحيوانات الأصغر. لكن لما بصينا أكتر في الحفريات لقينا إن التقسيم ده مش بالبساطة دي.
في ادله بتقول ان البرمائيات الكبيره كانت بتنافس الزواحف على نفس الموارد الغذائيه، وده بيخلي فكره ان الزواحف سيطرت على الارض لمجرد وجود البيضه الرهليه مش صحيحه 100%. الزواحف ما انتشرتش فجاه، الموضوع كان تدريجي جدا، وفي انواع من البرمائيات كانت قادره على البقاء لفترات اطول بكتير مما كنا متوقعين. وبرضه الزواحف ما قررتش فجاه يلا يا جدعان نسيب الميه ونحتل الارض. الجو وقتها كان متقلب جدا، وكان في فترات من الجفاف الشديد، والظروف دي هي اللي ساعدت الكائنات اللي تقدر تتكيف مع الظروف القاسيه، الزواحف. لكن في جدل حوالين التغييرات المناخيه دي، هل كانت حاده وسريعه كفايه علشان تخلي الزواحف تنتشر، ولا كانت تدريجيه بحيث ان البرمائيات فضلت ليها فرصه تقاوم؟ بغض النظر عن مين انتصر في الصراع ده، حاجه واحده كانت اكيده، الارض بقت مليانه كائنات بتتنفس بره الميه لاول مره بشكل كبير. ومع انتشار الكائنات دي حصلت حاجه تانية، النباتات بدات تنتشر بشكل جنوني، والغابات العملاقه بقت مسيطره على المشهد. في الوقت اللي الزواحف والبرمائيات كانوا بيتخانقوا فيه على السيطره، الاشجار العملاقه قررت تلعب لعبتها، وبدات الغابات الكربونيه في الانتشار. الاشجار دي كانت هتغير شكل الارض تماما، بس ازاي؟ في الفتره دي النباتات بقت اطول واكثف ومنتشره اكتر، والمستنقعات الكربونيه بدات تتحول لغابات ضخمه بتغطي مساحات واسعه. بس حاجه زي دي كان ليها تاثيرات ضخمه على المناخ وعلى الكائنات الحيه، وحتى على الارض اللي احنا عايشين عليها النهارده. طب ايه اللي خلى الغابات تنتشر بالشكل ده؟ الجو وقتها كان رطب وسخن، وده كان الوضع المثالي لنمو النباتات بدون توقف. الاشجار الكربونيه زي اللوكوبوديتات والسيجلاريا كانت بتوصل لحد اكتر من 30 متر، والغابات دي كانت شبه مستنقعات ضخمه بتتكون من سرخسيات عملاقه ونباتات بتفرش الارض بطبقات كثيفه. بس ايه اللي ميز النباتات دي عن اللي قبليها؟ الخشب القوي لاول مره. قبل كده معظم النباتات ما كانش عندها نسيج خشبي قوي، لكن الاشجار الكربونيه طورت اللينين، وهو مركب خلى الاشجار تقدر توصل لاطوال ضخمه من غير ما تنهار تحت وزنها، وكميه اكسجين مش طبيعيه بسبب التمثيل الضوئي الضخم اللي كانت بتعمله الغابات. نسبه الاكسجين في الجو وصلت لمستويات اعلى من اي وقت تاني في تاريخ الارض، وكمان كميه كربون ضخمه محبوسه تحت الارض، لان النباتات اللي كانت بتموت كانت بتتحلل ببطء شديد، والمواد العضويه بدات تتراكم في المستنقعات، ومع الزمن اتحولت لطبقات الفحم، والطبقات دي هي اللي بنستخدمها النهارده. لكن هل فعلا المستنقعات كانت جنه خضراء زي ما بنوصفها؟ مش كل العلماء متفقين على الصوره المثاليه دي. في اعتراضات بتقول ان مش كل الكوكب كان غابات ضخمه، رغم ان انتشار المستنقعات كان في اماكن تانية على الارض ما كانتش متغطيه بالخضره الكثيفه، زي المناطق الجافه اللي كانت موجوده في اجزاء من القارات القديمه. والغابات دي كانت بيئات قاسيه لبعض الكائنات، مش كل الكائنات عرفت تتاقلم مع نسبه الرطوبه العاليه والميه الراكده، وده كان بيخلي بعض المناطق غير صالحه للحياه لكائنات الارض. والتحلل البطيء كان كارثه بيئيه، لانه بسبب نقص الفطريات والبكتيريا اللي تقدر تحلل اللينين في الفتره دي، المواد العضويه كانت بتتراكم بشكل مفرط، ولما بدات تتحلل ببطء كانت بتسبب تحولات مناخيه كبيره بسبب ثاني اكسيد الكربون اللي كان بيطلع في الجو مع الوقت. طب وايه علاقه كل ده بالحشرات؟ وسط كل الغابات دي حصلت ثوره تانية هزت العالم. الحشرات بدات تطير لاول مره. الكائنات الصغيره اللي كانت بتتنقل على الارض وسط الاشجار الضخمه قررت انها مش هتكتفي بالجري والزحف، وده كان وقت اول ظهور للحشرات الطايره اللي غيرت شكل النظام البيئي تماما. بس ازاي الحشرات قدرت تطور الاجنحه؟ وايه العلاقه بين الاكسجين العالي والحشرات العملاقه اللي ظهرت في الفتره دي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا الجايه ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش لدرجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي. استنوني الحلقه بعد الجايه اجيب لكم رابط الكتاب. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.